يلا على بركة الله. دردشة المساء. قرار جلالة الملك بأن الأمازيغية أو السنة الأمازيغية غادي تولي عندها عطلة رسمية يحتفلوا بها كل المغاربة ويخلدوها كل المغاربة. يعني ملي توصل إذن يناير اللي تنسموه إذن يناير غادي يكون يوم عطلة، وسيحتفل المغاربة به خاصة الأمازيغ بكل طقوسه واللي تنعرفوها جميع. احنا الأمازيغ راه تنعرفوا طقوس إذن يناير لأنها هي سنة بحال بغيت تقول هي السنة الفلاحية، مرتبطة بالفلاحة، مرتبطة بالعطاء، مرتبطة بالخضرة، مرتبطة بالماء، مرتبطة بالكرم، مرتبطة بأشياء جميلة 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 جدا. يا سبحان الله يكون عندنا جميل. السنوات، الاحتفال بالسنوات، عندنا هجرية اللي هي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أقدسه من تاريخ يا الله. ثم السنة الميلادية، رغم أننا لا نرتبط فيها بالسنة الميلادية عند الغربيين، إنما نرتبط فيها بالمسيح عيسى بن مريم كرسول الله. ثم السنة الأمازيغية اللي هي مكون ثقافي مهم جدا ومرتبط بالعطاء ومرتبط بالفلاحة ومرتبط بالماء ومرتبط بالكرم ومرتبط يا الله بالحياة. جميل جدا جميل. هذا هو المكون الثقافي المغربي يا الله. يلا للتعليق على هذا الأمر ينضم لي عبر تقنية زوم مباشرة سي إبراهيم، كما قلت لي هو رئيس المركز المغربي للإعلام الأمازيغي. السلام عليكم سي إبراهيم. وعليك السلام ورحمة الله سي حسين. مرحبا بك. مرحبا معك مرة أخرى. مرحبا بك وشكرا لك على تربية الدعوة سي إبراهيم. مركز كما قلت أنت رئيس المركز المغربي للإعلام الأمازيغي. إذن كيف ما تعرف بأن جلالة الملك أعطى الأوامر ديالو بجعل يعني رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة تخليدا لهذا المقام الكبير اللي داخل في الهوية والثقافة المغربية. وانتم كمركز صدرتوا بلاغ بهذا الخصوص، مجرد ما أعلن جلالة الملك الأمر صدرتوا بلاغ بهذا الخصوص كمركز مغربي للإعلام الأمازيغي وتمنتم كثيرا القرار. البلاغ ممكن أننا نطالعوا عليه ويشوفوا المشاهدين الكرام كذلك البلاغ ديالكم ديال المركز المغربي للإعلام الأمازيغي. بداية سي إبراهيم، إلا بغيتك حنا بعد قليل غادي نشوفوا البلاغ، إلا بغيتك تعطيني العصارة ديال البلاغ تماشيا مع القرار الملكي. أولا كنشكرك سي حسين على الدعوة الكريمة. مرحبا مرحبا. ثانيا غير للتصحيح إبراهيم المرابط، كاين واحد خطأ، إبراهيم مركز إبراهيم مرابط المرابط. إبراهيم المرابط اكزاكتومون. ما مين جبنا حنا مركز. الله اعلم. انا اللي غلط، انا اللي تنتحمل المسؤوليه، انا اللي غلط. يلا ابراهيم مرابط. ماشي اشكال سي حسين. بالنسبه احنا في المركز المغربي للاعلام الامازيغي استقبلنا كغيرنا من مغاربه من سواء داخل المغرب او خارجه، استقبلنا بفرح عارم هذا البلاغ الصادر عن الديوان الملكي القاضي بجعل يناير يوم عطلة، يعني يدخل ضمن المناسبات الوطنية، وهو يوم عطلة رسمي مؤدى عنه. هذا كان مطلب ديال الحركة الثقافية الأمازيغية وديال الفعاليات الأمازيغية وديال المواطنين وديال بمختلف مشاربهم بدون انتماءات حزبية ولا انتماءات جمعوية أو سياسية أو قبلية أو غيره. الجميع يتمنى ومنذ زمان ويرجو أنه فعلا أن يتم جعل هذا اليوم هو يوم عيد وطني ويوم رسمي عطلة مؤدى عنها، على اعتبار أن هذا اليوم السي الحسين هو اليوم الوحيد الذي يجمع عليه جميع المغاربة، يحتفل فيه جميع المغاربة من الشمال للجنوب ومن
الشرق للغرب. صحيح، وكل بطريقته لانه مرتبط بالموسم الفلاحي. دابا هو فعلا مرتبط ببدايه موسم الفلاحي، كما في المخيال ديالنا وفي المتخيل ديالنا راس السنه الميلاديه مرتبطه بتساقط الثلوج وبابا نويل وبرجل الثلج وغيره، ولكن هو ليس ماشي هو فقط لانه بدايه موسم فلاحي لذلك يحتفل به جميع المغاربه، ولكن له ابعاد هوياتيه وله ابعاد ثقافيه عميقه جدا. هو كما قلت يجمع عليه جميع المغاربه، الناس في دكان يحتفلون به، الناس في الريف يحتفلون به. دكالا كما تعلم ينطقون، هم ناطقون بغير الامازيغيه، ينطقون بالدارجه المغربيه، ودكالا الاصل ديالها على ما يقول مجموعه من الباحثين وايضا الاركيولوجيا والطوبونيم وغيرها منطقه امازيغيه، والناس ديالها العوائل يتحدثون بهذه اللغه. يحتفل به الناس في الجنوب، في الوسط، يعني يجمع عليه جميع المغاربه هذا اليوم. اكثر يوم يحتفل به الجميع هو هذا اليوم أكثر من غيره من الأيام. صح. الأيام الأخرى هي أيام عطلة، ولكن لا يحتفل بها بأي شيء من الأشكال، سواء كانت هجري أو كانت ميلادي. الهجري هناك بعض الأمداح والطقوس التي ظهرت مؤخرا يقوم بها بعض الجمعيات، ولكن لا نجد هذا الاحتفال باليوم الهجري داخل البيوت، ولا نجد الاحتفال بالميلادي داخل البيوت. على عكس هذا يناير يحتفل به الجميع بطردف كما يقال. العجائز والناس الكبار وكذا لا يفوتون هذه الفرصة، ويحتفلون به بطقوس قديمة جدا، بعصيدة اللي هي عادة ما تكون عصيدة ديال الدرام إبرينوس كار، ويجتمع حولها العائلة كلها من كبيرهم لصغيرهم في واحد الجو احتفالي، ويتوسمون ويرجون من الله عز وجل أن تكون سنتهم المقبلة سنة فلاحة وسنة، لأن الشعب الأمازيغي معروف منذ القدم على أنه شعب يمارس الزراعة. صح. شعب مستوطن، ونحن نتحدث عن الزراعة وعن الاستيطان جغرافيا وتاريخيا، فنحن نتحدث عن الحضارة. الحضارة ارتبطت بالزراعة وبالاستقلال البشري. الأمازيغ هم شعب فلاحي، شعب يمارس الزراعة منذ القديم، وحتى الحفريات الإيكولوجية التي وجدت مع الإنسان القديم في مناطق عدة في المغرب، وجدت مع الإنسان مجموعة من الآلات الفلاحية القديمة. يعني كان ممارس هذه الزراعة، ويتوسم من الله عز وجل في هذه الليلة أن تكون ليلة عطاء إن شاء الله، وليلة عطاء وكذا. وكما قلت جميع مكونات الشعب المغربي انتظرت هذا الحدث بفارغ الصبر، ونشكر جلالة الملك الذي أبى إلا أن يعطي كل ذي حق حقه. أبى إلا أن ينصف الثقافة الأمازيغية كما أنصفها منذ اعتلائه للعرش. نتحدث هنا عن خطاب أجدير خنيفرة الذي كان خطابا تاريخيا في 2001، كان خطابا تاريخيا ما يزال المغاربه يحتفلون به الى اليوم، انصف فيه الامازيغيه. ونتحدث عن بعده بتاسيس المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه الذي قام بادوار طلائعيه، وما يزال يقوم بالشيء الكثير خدمه لهذه الثقافه ولهذه الهويه ولهذه اللغه. ثم بعدها اتت ترسيم الحرف الامازيغي فينا، بعده أتت دسترة اللغة الأمازيغية وجعلها رديفة للغة العربية، يعني هي لغة رسمية. وفاقت كل هذه الأمور مطالب ديال الأحزاب وغيرهم آنذاك الذين قدموا مقترحاتهم، بمعنى أن جلالة الملك أنصف هذه اللغة ومات لها فيما بعد من إحداث القناة الأمازيغية الثامنة، حفاظا وحماية لهذه اللغة وهذه الهوية، مع إدراج هذه اللغة أيضا وهذه الثقافة في باقي القنوات. لا نتحدث عن الأمازيغية القناة الثامنة، وهو ما يراد تكريسه اليوم أن تكون حكرا على التمازيغ. الأمازيغ تكون فقط محبوسة في قناة يتيم وهي الثامنة، ولكن الثامنة لحماية الأمازيغية والثقافة
هذا تمييز ايجابي، زائد ان تتواجد في القنوات الاخرى قنوات القطب العمومي وما تله ايضا من تفعيل الطابع الرسمي واخراج المراسيم وغيرها. نعم جميل. سي ابراهيم، كيف ما شفنا وشفتي معنا وشاف الجمهور الكريم البلاغ اللي صدرتوا انتم كمركز مغربي للاعلام الامازيغي، رجعوا للبلاغ الا بغى المخرج يرجع لنا البلاغ، رجعوا البلاغ وحنا تنتكلموا. اذا في البلاغ جات العديد من النقط اللي ذكرتوا انتم في البلاغ، بان المركز المغربي يعني يعبر عن عظيم تقديري وامتناني لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، نظروا له باقراره لراس السنه الامازيغيه عطله وطنيه مؤدى عنها الى اخره. الكثير من المحطات اللي ذكرتوا خلال البلاغ منذ يعني خطاب أجدير. فنجيو هنا لواحد الحلقة مهمة جدا، ويأتي هذا الإقرار الملكي بهذه المناسبة التي يخلدها المغاربة جميعا لتعزيز مكانة الأمازيغية كأساس للهوية الوطنية، والتي تمنح بلادنا تميزها وتفردها بين الأمم. جميل. سي إبراهيم، إلا بغينا نهضروا على هذه النقطة بالضبط ديال أن الأمازيغية ستساهم وبشكل كبير جدا في تفرد المغرب على مستوى الأمم العالمية، تفرد من حيث هذه الفسيفساء الثقافية التي يحظى بها، وهذا التعايش في سلام اللي تحظى به بمختلف وخا تعدد المشارب فيه. هنا هذه خطوة أخرى تنضاف إلى خطوات قدمها جلالة الملك للأمازيغية والثقافة الأمازيغية وهذه الهوية هذه، ولكن ما تشوفش معايا سي إبراهيم بأنه باقي العمل جبار على أساس أننا نتكلم بحق على أن الأمازيغية هي واحد المكون أساسي في الهوية المغربية، وأن الأمازيغية هي مساهمة بشكل فعال في خلق التميز المغربي على المستوى الأممي. مثلا باقي خصنا الأمازيغية في المحاكم، ترافع يكون بالأمازيغية، باقي خصنا الأمازيغية في الإدارات. دابا الآن نكتفي بكتابة مثلا ملحقة إدارية باللغة العربية وتحتها بالأمازيغية وفرنسية مثلا، أما على مستوى التعامل في الحياة اليومية فراه تنشوفوا كاين واحد الضعف كبير على مستوى التعامل. في البرلمان بغرفتين والبرلمان حقيقة تنشوفوا بعض الشذرات، ولكن تبقى فقط شذرات. هو السي حسين طرحتي واحد النقطة اللي هي نقطة حساسة، وهي مربط الفرس. جلالة الملك قام بما يلزم. نعم. ما قدمه للأمازيغية لم تكن الأمازيغية ولا الحركة الأمازيغية تحلم به منذ عقود خلت. نعم. منذ عقود. التفرد ديالنا كمغاربة يكمن في تمغربيت، وتمغربيت كمصطلح غير تمغربيت، مصطلح يبدأ بالتاء وينتهي بالتاء، فهو مصطلح أمازيغي. يعني أصلا التمغربيت كمصطلح هو مصطلح أمازيغي، كلمة أمازيغية. التمغربيت شاهدها العالم وشاهد تفردها وتميزها في أكبر ملتقى عالمي اجتمع فيه العالم كله، اللي هو كأس العالم بقطر. جميع الأمور التي شاهدها العالم وتابعها من دعم ديال الجمهور، من التنشيط اللي دار الجمهور، من تكتل والتضامن اللي دار الجمهور فيما بينه في قطر، ومن تكتل ومن التضامن بين اللاعبين، ومن هذيك النية اللي كيدوي عليها السير الكراكي، ومن حب الوالدة ورضا الوالدة، ومن هذاك التلاحم اللي كيكون اثناء تسجيل ونهايه المباراه بين اللاعبين وامهاتهم وبين الجمهور. هذه كلها اثارت العالم واثارت الاعلام الغربي بشكل كبير. ما هذا الذي نراه اليوم؟ هل هذه دوله عربيه؟ هل هذه دوله افريقيه؟ هل هذه دوله اوروبيه؟ ما تكون؟ هذه دوله مغربيه تتميز بتمغربيه فيها المكونات التي تطرق اليها الدستور. نعم. فيها الأمازيغية اللي هو أنا نقدر نقول لك أن الأمازيغية هي هذاك الإطار، هي البلاتفورم ديالها، هي البنية التحتية ديال البلاد. البنية التحتية ديالنا اليوم هي تمازيغ. هذوك الأمور اللي جاوا من بعد هم اكسسوارات وهم تكتلات وأمور انسجمت مع هذيك المغربية اللي هي كانت هي البنية التحتية وكونت لنا ما نشاهده اليوم اللي هو المغرب بتاريخه وعلاقته التي تفوق 21 قرن بدون منازع. نعم. هاد التكتلات اللي فيها
العبريه، فيها الاسلام، فيها العربيه، فيها الفينيقيين، فيها ايضا الرومان. هذه الامور، وفيها الاوروبيين اللي جاوا. الاوروبيين ايضا لهم تاثير كبير، والمسيحيين ايضا صح. لهم تاثير كبير صحيح في صحيح. المغربي. هذا المغربي هي اللي ممكن غنوحدوا بها البلاد. لا يمكن لهم ان ندافع عن ملفنا ديال الوحده الترابيه دون الامازيغيه. علاش؟ لاننا كنرجعوا للتاريخ، كنرجعوا للاصول، كنرجعوا للبنيه التحتيه اللي تبنات عليها هذه البلاد، اللي هي الثقافه والهويه واللغه الامازيغيه، بمحافظتنا عليها ونعطيها قيمه. كما الان كي يتقاتل مع صاحب الجلاله ان تعطي لها القيمه ديالها في المحافل الدوليه وفي المحافل الوطنيه، وتعطي لها قيمتها، لانها هي فعلا السبب ديال الوحده ديالنا، وهي اللي غادي تعطينا هذاك التفرد. شنو غيعطينا حنا التفرد بيننا وبين مالي؟ مالي كان في افريقيا وحنا في افريقيا. التفرد بيننا وبين اسبانيا، التفرد بيننا وبين السعوديه، صح، هي اللي كاينه في المشرق، بين امريكا اللي كاينه في الغرب. هذيك تمغربيت هي اللي عندنا وما كاينش عند ناس اخرين. نجيو للوضعيه. الوضعيه نعم سي ابراهيم، مازالوا بعيدين كل البعد التي نريدها. هنا الدور ديال الحكومه. نعم، هنا الدور ديال الحكومه والدور ديال الفاعلين على مستوى السياسات العموميه، انهم يمشيوا مع التوجه الملكي من اجل التعجيل، يعني بانزال ديك دستره الامازيغيه، انزالها على ارض الواقع، نشوفوها في المحاكم، نشوفوها في الاعلام، نشوفوها في الشارع، نشوفوها في اي مكان. تفضل السي ابراهيم. اكزاكتومون. انا كنشوف ان هناك سرعتين مختلفتين. صاحب الجلاله والتوجهات ديالو الرسميه ديال البلاد تسير بسرعه، والسياسيين والمنفذين يسيرون بسرعه مختلفه هي اقل بكثير من السرعه التي تمشي بها المؤسسه الملكيه عندنا في البلاد. عندنا كما قلتي من 2011 عندنا خطاب اجدير، جاء بمجموعه من التوصيات ومجموعه من الامور، جاء من عهد الملك الثقافه الامازيغيه، وجات مجموعه من المؤسسات الاخرى. نورمالمون انسجاما مع هذه الترسانه الكبيره اللي عندنا، خصنا نلقاو اليوم الامازيغيه متربعه، نلقاوها لها نفس الامكانيات ونفس الحظوظ صح. مع اللغه العربيه. اليوم كنلقاو ان الفرنسيه اكثر حظا، اللي هي ماشي اللغه الرسميه ديال البلاد وما كاينش اصلا في الدستور، ولكن نجدها لغه رسميه. ماشي لغه رسميه، نجدها تعامل كانها لغه رسميه. لها حظوظ في المراسلات، كنلقاو الفرنسيه حينما تتحدث بالفرنسيه في الشركات وفي المنتديات تكون لك حظوه اكبر، يكون لك تعطى لك قيمه اكبر. اليوم واش عندنا ناطق رسمي باسم الحكومه؟ السي حسين على سبيل المثال، الا عمرك حضرتي التصريح الحكومي اللي كيقوم به الناطق الرسمي باسم الحكومه، هذيك الجلسه وهذاك التصريح يخصص له ميزانيه، ما كيدارش بالمجان، كتصرف عليه واحد الميزانيه سنويه وكاينه في الميزانيه ديال الحكومه. واش عمر الناطق الرسمي دار بلاغ بالامازيغيه مع العلم انه راه امازيغي؟ نعم يتقي اللغه الامازيغيه. مصطفى بيتاس عمر الصحفيين طرحوا اسئله باللغه الامازيغيه وتمت الاجابه باللغه الامازيغيه؟ لا. البرلمان اليوم بغرفتيه بداو واحد التجربه ديال الاسئله بالامازيغيه والترجمه وكذا والدبلاج وغيره، ما توفقوش. بداو هنايا تحبس المشروع. علاش؟ لماذا؟ هذا سؤال. الاعلام فعلا هناك قناه وهناك دفاتر تحملات ينص على ان في القنوات الاخرى خص الامازيغيه تكون فيها بين 20 و 30%. اليوم لا وجود لها. غيقولوا لك كاين برامج تافهه، برامج لا ترقى الى المستوى المطلوب، وتبث في اوقات اللي كيكونوا فيها الناس ناعسين، وكتكون عباره عن اعادات. اذا فينا هي 20 30% في الامازيغيه. القناه براسها، القناه الثامنه اليوم الامازيغيه راه تعاني من عده اكراهات. بغاو يخدموا، بغاو يديروا ما في وسعهم، ولكن تعاني. وخرجنا في هذا الشيء واحد البيان مؤخرا خلال شهر رمضان في الملتقى الوطني للاعلام الامازيغي، وشخصنا فيه الظروف التي تعيشها هذه القناه والاكراهات ديال الاعلام الامازيغي عموما. من 2010 وحنا عندنا قناه تلفزيونيه ناطقه بالامازيغيه، الحصيله ديالها اليوم كنطرحوا عليها علامه استفهام، كما جاء في البيان الختامي ديال الملتقى اللي دوزناه في رمضان.
المحاكم فينا هي الامازيغيه كما ذكرتي في المحاكم. واش يكفي اننا نديروا بانو وهذيك تيفينا اللي كيتكتبوا بها هذوك البانوات السي الحسين، راه الا مشيتي تفيري فيها راه كتلقاها عباره عن عربيه مكتوبه بحرف تيفينا او شي شلطه اخرى غير معروفه، فقط حيت عارفين ان هذيك التيفينا اللي تكتبت بها اللي تكتب بها هذاك البانو فقط لدار الرمادي في العيون اننا راه درنا كذا. وكتلقى ملي كتبحث على كتقرا اللي كيقراو هذيك التيفينا وكيقراو كيلقاو انه ما مكتوباش بالامازيغيه، مكتوبه داك الطاباج. ونفس الشيء هذا الشيء كله راه كاين في الاعلام ايضا، اعلام الدبلاج في ابراهيم. هذه المسائل كلها السي الحسين تطرقنا اليها في المركز، في الاعلام، المركز المغربي للاعلام الامازيغي، وعيشناها مع الحركه الامازيغيه، مع المنظمات اللي كنشتغلوا معهم في الحقل ديال الاعلام الامازيغي. هناك خصص كبير ما زال ينتظرون الشيء الكثير لنقوم به. الإرادة عند الحكومة الحالية على سبيل المثال في البرنامج الحكومي، في البرنامج الانتخابي ديالها الحزب الحاكم، في البرنامج الانتخابي ديالو حط مجموعة من الوعود الانتخابية بخصوص اللغة الأمازيغية والثقافة والهوية الأمازيغية. وأيضا البرنامج الحكومي ديال الاغلبيه اللي كتسير الحكومه حطوا مجموعه من الامور حول الامازيغيه ما مدى تنفيذها اليوم. فين وصلت المناطق اليوم اللي كنقولوا عليها انها كتتكلم بشكل كبير فقط باللغه الامازيغيه مهمشه، تعاني بشكل كبير. لماذا في الاعلام ديالنا السي الحسين نجد فقط هذه المناطق الامازيغيه في الجبال وفي المناطق النائيه كل عام نجدها توزع عليها المساعدات اللي هي أساسية جدا من سكر وشاي ودقيق. ولماذا دائما تظهر هذه المناطق على أنها مهمشة فقيرة تعاني من الصحة، من مشاكل التعليم، مشاكل كثيرة؟ زعما هذه السنوات كلها ما يمكنش أنه يكون واحد اصلاح لهذه المناطق ونبنوا لها ونقدوا لها بنيه تحتيه ديالها ونقدوها ونوسعوها ونوفر فيها مدارس ومستوصفات ونوفر فيها فرص الشغل. كل عام نجد في الاعلام العمومي يكرس نفس الخطاب ونجد نفس الوضعيه ونفس الصوره لهذه المناطق. الناس عيالات اجهضنا ولا ماتوا لها الاجنه ديالهم او كانوا على شفا من الموت في هذه المناطق كل سنه. الامر يتكرر. إذا كنا كنتحدث اليوم عن الثقافة الأمازيغية وإنصافها، ماشي فقط إنصافها في ما يكتب ولا في التصريحات الحكومية وفي غيرها، ولكن إنصافها في المجال، في الميدان. صحيح، على أرض الواقع. على أرض الواقع تماما. مناطق اليوم الأمازيغية راه التحصيل الدراسي نسبة تمدرس الفتاة في هذه المناطق لأنه إبراهيم رغم أن الوقت يداركنا، لأنه لا بغينا ناخذ من خطاب أجدير، لأنه خطاب أجدير هو المنطلق. لا خدينا ما يزيد الآن على 20 سنة، أظن 22 سنة باش داز خطاب أجدير. تنتكلموا على عقدين من الزمن على خطاب أجدير اللي محمد السادس حفظ الله أعطى خارطة الطريق وأعطى المنطلق بأن الأمازيغية مكون أساسي للهوية المغربية والثقافة المغربية. صافي انتهى الكلام. انت قالها الملك في خطاب أجدير في 2001. فبالتالي لحدود الساعة كما قلتي في 2023 خاص دائما تيجي الملك ويعاود يعطي إشارة جديدة على أن عباد الله راه الأمازيغية مكون أساسي للهوية المغربية والثقافة المغربية. إذا تنتكلموا على 22 سنة تقريبا مرت. هي عمل حكومي متتالي لحكومات متعاقبة. في آخر المطاف تلقوا رؤوسنا أمام واحد الجغرافيا أمازيغية بسكانها تعيش التهميش، تعيش نوع من الإقصاء، تعيش نوع من العزلة للأسف الشديد، إلا بعض الاستثناءات. تنجيو تلقوا بأن مثلا الأمازيغي الذي لا يتقن إلا الأمازيغية تائه في الإدارات. تخيل معايا أمازيغي غادي يمشي لواحد الإدارة ضروري يجي لها الدار البيضاء أو ضروري يجي لها الرباط، هو لا يتقن إلا الأمازيغية، وغادي يجي مسكين ويدخل الإدارة وغادي يبدا يسول بالأمازيغية. غير لاجون سيكوريتي في الباب ملي غادي يهضر معاه بالأمازيغية غادي يقول لي أخويا أنا ما تنفهمكش، سير شوف اللي يجي يهضر بالعربية ولا، ويجري عليه حدا باب الباب وتلقاه جاي من تنغير ولا ما عرفت من جاي. إذا الأمر بالفعل واش ما تنشوفش معايا إبراهيم بأن
ما عرفش، ما خفت نقول شي كلمة كبيرة واش تغيب الإرادة عند بعض الفاعلين ولا جل الفاعلين السياسيين في تنزيل هذه الدسترة ديال الأمازيغية والانطلاق مع جلالة الملك بداية من خطاب أجدير؟ إلى لاحظت يا سي حسين، جميع المنجزات اللي تحققت في المجال ديال الأمازيغية والثقافة واللغة الأمازيغية دائما تأتي من نعم. من المؤسسة الملكية. بسرعة سي إبراهيم في دقيقة لأن الوقت زاحمنا، تفضل. لماذا تأتي دائما من المؤسسة الملكية؟ لأن هذا الملف المؤسسة الملكية ما بغاتوش يكون ديال المزايدات بين السياسيين وبين الأحزاب. كون كان بيدهم راه اكيد غادي يترون هذا الشيء اكثر بكثير من الشيء اللي كنشوفوا حاليا. انا غنقول لك غير على سبيل المثال، كنا في واحد العهد كنقولوا لا راه الناس اللي حاكمين ولا رؤساء الحكومه راه عندهم تفكير عروبي بين قوسين، راه من فاس، راه من الرباط ولا من كذا، وما غاديش ينصفوا هذه المناطق الامازيغيه. اليوم راه دازوا علينا جوج ديال رؤساء الحكومه كلهم من سوس. نعم. امازيغ. نعم. امازيغ. شنو ما الذي تحقق اذا في هذه المناطق، خصوصا في جهه سوس ماسه. جهه سوس ماسه اليوم انا نقول لك غير في عجاله، واش غتفق معايا ان هذا تهجير قسري للساكنه ولا لا؟ ونحن نحتفل بترسيم يناير كيوم وطني ومؤدى عنه ومعترف به. هذه المناطق تعاني من الرعي الجائر ديال الجمال بشكل كبير. الاركان نشا، يعني الاركان يعني كموروث. اليوم اركان عندنا كاين اليوم هو مصنف موروث انساني، وكاين اليوم العالمي ديال الاركان. يعني كنهضروا على وكاين محميه ديالو، يعني عنده 3 ديال منجزات امميه لهذه الشجره. هذه اليوم تتعرض لواحد الرعي الجائر من طرف الجمال بشكل خطير وخطير جدا. تاتي على هذا الاركان بشكل كبير، وتاتي على اشجار اللوز. شنو كاين في سوس؟ كاين غير اركان واللوز. هادو هما اللي كاينين، اللي هو مصدر العيش الاساسي للساكنه تما. الا مشى اليوم غادي يهاجروا. سي الحسين ماشي غير مصدر ديال الاستقرار، وسبب الاستقرار في المنطقه. ملي كنحيدوه راه كنحيدوه واحد مكون بيولوجي. راه ملي كنقولوا اشجار الاركان ولا غابات الاركان راه فيها مجموعه من المكونات، الوحيش والغطاء النباتي وكذا اللي كتمشي معاه، والعادات والتقاليد والاحتفالات. كل هذه مؤسسه ومنظومه متكامله. الا مشى اركان راه هذيك المنظومه كلها غادي تطيح. نعم صح اللي كاينه تم كلها غادي تطيح. ها الرعي الجائر، بالاضافه الى الخنزير البري الحلوف اللي كتسبب الحلوف في المنطقه. الخنزير البري ياتي على المغروسات كيشتتها. نعم. وما يمكنش انهم يقتلوه. صح، هذا واقع. مشاكل ديال التحديد الغابوي. احنا مازال كنحددوا التحديد الغابوي في هذه المناطق بقوانين خلاتها لنا فرنسا في 1912 و11 وكذا، وخلاتها لنا فرنسا في هذاك وباقي اليوم كنحاول كنحفظوا بها. الدوله كتحفظ بها هذه الاراضي وكتنزع لهاد الناس هذو الملكيات ديالهم والاراضي ديالهم. سي ابراهيم كلها السي حسين راه كتخلي هذا الاستقرار في هذه المناطق ينعدم، بالاضافه الى التهميش، الى الصحه والتعليم وغيره. فاحنا بغينا هذا اليوم انه فعلا يكون هكايا عيد وطني، يوم وطني مؤدى عنه معترف به. زائد ان هذه المناطق ديال اللي كتعرف التهميش، انا كنقول حتى الدار البيضاء راه مناطق امازيغيه، انفار منطقه امازيغيه، الرباط راه السوها، الموحدين راه منطقه امازيغيه، اكدال، المغرب كله. ولكن هذه المناطق الهامشيه اللي كيكونوا اللي فيها نسب ديال الاستقرار اللي هي جد مرتفعه، وهي منين تاتي الحضاره وياتي لازدهار البلاد خصها تعطي لها القيمه ديالها اللازمه والتي تستحقها. واضح، وصلت الرساله. سي ابراهيم المرابط، شكرا لك سي ابراهيم المرابط، رئيس المركز المغربي للاعلام الامازيغي. اذا الامازيغيه هي واقع يجب ان يعاش، تعزيزها دسترتها واقع يجب ان يعاش وينعكس على المواطن. المواطن الامازيغي تحفظ كرامته اينما حل واينما ارتحل.
تحفظ كرامته، ثم أن مناطق عيش الأمازيغ لا بد أن تحفظ، ولا بد أن تكون مراكز قوة، وأن تكون مراكز إنتاج، ما تعيش على الهامش أو ينعت إليها بالمغرب العميق أو المغرب الغير نافع. هذا مرفوض، هذه تسمية استعمارية مرفوضة جدا، لا يمكن أن نقبل بها أن يتم تداولها بيننا وبين ظهرانينا في هذا العهد.